ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية دونتس سينمائية بعجينة سهلة وبسيطة وعجينة قطنية وهشة جدا وخفيفة جدا. تمسكي الدونتس كده تحسي ان انتي ماسكة في ايدك بجد هوا من كتر ما العجينة مفرغة وجميلة وهشة. يلا بينا نعمل النهاردة الدونتس بمكونات اقتصادية وبسيطة. يلا بينا ندخل على المقادير. انا معايا النهاردة كوبايتين من الدقيق. الكمية اللي انتي شفتيها في اول الفيديو دي انا عاملاها بكوبايتين من الدقيق، يعني كمية حلوة. تقدري ان انتي لو عايزة تزودي طبعا الكمية اللي احنا عاملينها دي تضاعفي المقادير بتاعه الوصفه كلها. يعني احنا النهارده استخدمنا كوبايتين دقيق، انت هتستخدمي 4 كوبايات من الدقيق، وطبعا هتزودي كل المقادير اللي احنا هنستخدمها هتضاعفيها عشان تطلعي كميه اكبر. انا هنا بنخل الكوبايتين من الدقيق، وزي ما اتعودنا مع بعض ان انا اي حاجه بصراحه بحب ان انا اشتغل فيها بالدقيق بحب انخل الدقيق، بيديني بصراحه نتيجه احلى. دول كوبايتين الدقيق نخلناهم، هننزل عليهم برشه صغيره من الملح، وبعد كده هجيب الخميره اللي عندي. النهارده الكوبايتين الدقيق هياخدوا مني نص معلقه كبيره من الخميره او معلقه صغيره براحتك. يعني بصي دي معلقه كبيره انا عايرت بيها، يعني الموجودين فيها دول حوالي نص معلقه كبيره من الخميره او معلقه صغيره مليانه من الخميره، وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من السكر. وهحط بقى حاجه اختياريه بس هي بصراحه بتدي نكهه وطعم حلو قوي للعجينه، اللبن البودر. انا نزلت بمعلقه صغيره من اللبن البودر، مش اساسي، اختياري، بس بصراحه بتدي طعم حلو وبتستخدم برضو كمحسن للعجينه بتاعه الدونتس. قلبت المواد الجافه كلها مع بعضها، وهستخدم بقى النهارده بيضه. لو هتضاعفي الكميه هتستخدمي بيضتين. بيضه بس اهم حاجه تبقى البيضه دي بدرجه حراره الغرفه ما تبقاش ساقعه عشان خاطر الخميره اللي معايا. وهنزل عليها كده بشويه، حوالي معلقه صغيره كده من الخل عشان زفوره البيض، وكمان الخل عشان اضيع بيه الزفاره. وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا وزي ما احنا عارفين ان الخل برضو من المحسنات بتاعه العجينه، فهو محسن حلو قوي، فبستخدمه عشان اضيع زفاره البيض وفي نفس الوقت عشان يحسن لي من العجينه بتاعتي. ومعايا بقى الميه الدافيه كده محضراها جنبي، وهنزل بالميه بالتدريج. بس الاول بخلط كده البيضه مع الدقيق اللي عندي، وبنزل بالميه واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا. العجينه النهارده انا عايزاها تبقى طريه ويبقى فيها سنه كده صغيره من التلزيق، فانزلي بالميه بقى بتاعتك واحده واحده كده لحد ما العجينه اللي معاكي دي تلم خالص. الميه تخونك عشان خاطر ما نحتاجش ان احنا نزود دقيق تاني والدنيا تبوظ مننا، فخلي بالك كده وانتي بتنزلي الميه انزلي بيها واحده واحده بالتدريج. بصوا بقى هنا العجينه اتلمت معايا اهي في الطبق وبقت تمام. انا ما بعرفش اكمل عجن يا جماعه في الطبق، بنزل على الكاونتر بتاعي مسحاه ونضيفه زي الفل. بحب اعجن قوي على الكاونتر اللي عندي، ما بعرفش اعجن خالص في الطبق. بصوا بقى العجينه تحسي ان هي ملزقه، هعجن فيها شويه كده لحد ما تلم معايا. كل ما هتعجني فيها كل ما هتاخدي نتيجه احلى، والتلزيق اللي فيها هيقل وهتاخدي نتيجه روعه. اخدمي العجينه بتاعتك حلوه قوي هتاخدي نتيجه ممتازه. هنا بعد ما العجينه كورت اهي معايا، بصراحه انا قلعت الجوانتي عشان انا مش بعرف اعجن بالجوانتي يا جماعه بصراحه. بعد ما اتلمت معايا هنزل عليها بقى بمعلقتين كبار كده من الزبده، والزبده دي انا مطلعها قبل ما اشتغل في الوصفه عشان تبقى لينه كده. وهلم بقى هقفل عليها العجينه، هتحسي ان العجينه قطعت معاكي وثابت اكتر. ما تخفيش وما تقلقيش، ما باظتش. افضلي عجيني فيها كويس قوي لحد ما هتلاقي العجينه لمت وبقت ناعمه وطريه جدا. تخيلوا يا جماعه عجينه فيها بيض وزبده تبقى عامله ازاي. بصوا العجينه لمت، العرق بتاعها حلو قوي، طريه جدا وناعمه جدا. بجد وصفه النهارده عجينه النهارده عجينه ناجحه، لو بجد جربتيها هتعتمديها عندك في طريقه الدوناتس. هنسيبها بقى ان احنا تخمر معايا نص ساعه كده. كانت خمرت وبقت زي ما انت شايفه كده. تعالوا بقى نطلع منها التخمير. والنهارده هنعمل الدوناتس من غير قطعات ومن غير اي حاجه، ولا كوبايه ولا فرد ولا اي حاجه. هنفرده في ثواني، هنقطعه قصدي معايا صينيه حط زبده مقطعه مربعات عشان خاطر احط الدوناتس بتاعي. هناخد بصي بقى كده زي ما انت، وهاجي تخرمها كده. شكلت الدونتس بتاعي. في اسهل، في اسهل ولا اسهل ولا أبسط ولا ايه؟ حطي اللايك. انتي وصلتي وانا بحب بصراحه الدونتس تبقى كده ومبقلظه كده زي اللي بتتباع بره، بصراحه بتبقى جميله ولسه كمان لما تكبر اكتر فبصراحه حلوه قوي. او وكورتها نص بصوابعي بخرمها بس كده. خلصت الدونتس بقى، ولا تجيبي بقى تقعدي تفردي وتقطعي بقطاعي الدونتس. لو ما عندكيش قطاعي الدونتس تقطعي كوبايه الجميله دي احلى بكتير جدا من
هعمل بقى الكميه اللي معايا دي كلها، وهحط كل واحده على ورق زبده. انا عملت ورق الزبده ليه؟ لان انا هسيبها تخمر للمره التانية وبعد كده هقليها. فلو مش حاطه ورقه زبده ممكن وانا بايديا كده تلزق في ايدي او يحصل فيها اي حاجه فتضيع الشكل والتخفيف. فانا عايزه احافظ على شكلها زي ما هو كده، فعشان كده كل واحده بقطعها وبجهزها بحطها على ورق زبده، عشان لما يجي ساعه القلي باخدها بورقه الزبده تفضل محافظه على الشكل بتاعها وعلى تخميرها وتطلع شكلها مظبوط. هخلص بقى الكميه اللي معايا دي كلها، وبعد ما هخلص الكميه كلها هسيبها تخمر حوالي نص ساعه تاني كمان، عشان كل ما هتخمريها يا جماعه كل ما من جوه هتلاقيها مفرغه اكتر وفيها هواء اكتر. هنسيبها بقى تخمر. بس تعالوا اوريكم الاول شكلها بعد ما خلصتها. بصوا عملت معايا يعني 3 6 9 10 وحدات حلوين قوي. كوبايتين دي عملوا لي 10 وحدات جمال. تقدري بقى تضعفي زي ما انت عايزه. هنا بقى بصي بعد ما خمرت بقت الواحده مبقلظه ومقلبظه ازاي، بقت جميله. يلا بينا على الزيت وتعالوا نقلي الدونتس بتاعتنا ونشوف هنقليها ازاي. انا هنا معايا زيت. الزيت ده انا مش عايزاه سخن جدا، انا عايزاه يبقى حرارته متوسطه والنار اللي تحتيه تبقى متوسطه. مش عايزه الزيت يبقى سخن جدا فنزل الدونتس بتاعتي تاخد لون من بره ومن جوه تبقى عجينه، وخصوصا ان احنا عاملين الدونت زي ما انت شايفه كده ايه الواحده مبقلظه، فلازم تديها وقتها في السوا عشان من جوه تكون مستويه ما تبقاش نيه. ورق الزبده ده بقى بصي اول ما بتنزليها كده شويه مجرد ما ورق الزبده يفصل يعني يشرب كميه حلوه من الزيت بفصلها. بس انا المساكه عندي الاتنين مش بيقفلوا على بعض فمكنتش عارفه اشيلها، فببصي بمعلقه كده برفعها كده بالمعلقه وبسحبها بايديا بتتسحب بكل سهوله ما فيهاش اي حاجه. بس سيبيها الاول ثواني كده ان ورق الزبده يشرب الزيت عشان يتشال معاكي بسهوله. انا عن نفسي بقى وانا بقى يعني بحب كل شويه افضل قدامها كده ما بسيبهاش بصراحه لان هي ما بتاخدش وقت. ما بحبش اتك عليها واديها لون غامق، بحب اطلعها وهي ذهبي فاتح كده وبديها وقتها زي ما قلت لكم النار متوسطه عشان تاخد وقتها وتبقى من جوه مستويه. انتي بقى عايزه تديها لون اغمق من اللي انا هطلعه بيه ده مفيش مشكله، اللون بيرجع لك انتي. بصوا بقى كده استنوا بقى كده لما بدأت تاخد اللون. بصوا اللون ده بالنسبه لي كده حلو جدا، بس هتأكد ان هي اخدت اللون ده من الناحيتين. انا ما بتكاش عليها اكتر من اللون ده. وزي ما قلت لك لو انت بتحبي تتكي عليها او تاخد لون اغمق من كده مفيش مشكله، سيبيها تاخد لون اكتر من كده. بس انا عن نفسي بحب اطلعها باللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. بصي بقى الجمال، مش قادره اوصف لكم شكلها عامل ازاي. طيب احنا كده قلينا الدونتس، وبصوا انا مطلعها من غير مش حاطه تحتيها مناديل ولا مصفى ولا اي حاجه عشان العجينه بتاعتي ما بتشربش زيت نهائي. انا متاكده ان العجينه بتاعتي ما بتشربش زيت. تعالوا نعمل بقى التوبينج بتاعها او الصوص بتاعها. هنعمل صوص الحليب ده رهيب. حطيت 3 معالق كبار من السكر البودر، وهحط عليها معلقه من الحليب او من اللبن ده انا مدفياه كده مش سخن يا دوبك بس دافي، وهقلب كل ده مع بعض. انا عايزه التوبينج بتاعي ده يبقى متوسط مش خفيف قوي ومش تقيل قوي، يبقى القوام بتاعه كده معقول. هقلبه حلو قوي ان انا اخلط يعني ادوب السكر البودر حلو قوي. وبعد كده هجيب الدونتس بتاعي بقى وبالفرشه كده وهحط التوبينج ده على وش الدونتس. انا بحب التوبينج ده جدا مع الدونتس يا جماعه، لو انتوا عارفينه فاكيد قد ايه عارفين ان هو بيبقى لذيذ قوي مع الدونتس. ولو اول مره تشوفوه جربيه بجد، مش هتاكلي شوكولاته ولا كراميل ولا اي حاجه تانية، وهيبقى ده التوبينج المفضل ليكي في الدونتس. طبعا احنا نقدر ان احنا نعمل بقى تعملها شوكولاته، تعملها شوكولاته بالحليب، شوكولاته بيضه. تقدري تاخديها كده اول ما تطلع من الزيت وتبقي محضره سكر وقرفه وتقلبيها كده في السكر والقرفه برضو بتبقى بتطلع حلو قوي. التوبينج ده بقى او الصوص ده على حسب ما انتي بتحبيه وعلى حسب ما انتي بتفضليه. بس انا زي ما قلت لك انا التوبينج الحليب ده بالنسبه لي هو رقم 1 في الدونتس. بيبقى حلو قوي بصراحه، وما تقلقيش ان هو يعني مش عشان حاطين 3 معالق سكر فبيبقى مسكر قوي، لا بيبقى حلو قوي مع عجينه الدونتس. جربيه هتعتمديه وان شاء الله هيعجبك قوي. انا بقى خلصت الدونتس بتاعتي كده. تقدري بقى ان انتي تستكفي بكده، بس انا عن نفسي ابني بيحب الملون ده ان انا اعمل له كام محطوط عليها سبرينجل عشان هو بيحبها. تقدري انتي تستكفي يعني مش لازم، بس او على حسب بقى رغبه اولادك. ده يا جماعه احنا عامه بنعمل، اختاري بقى الحاجه اللي هم واعملها له صح. اه حطيت له بقى كده من السبرينجلز على الوش كام واحده يعني بس كده. وكده الدونتس بتاعتنا بعجينه بقى مش هقولك بجد تجربي الوصفه اكتبي لي في الكومنتات ايه رايك فيها والعجينه طلعت معاكي عامله ازاي. ويا سلام بقى لو صورتي لي كمان وبعتي
وحشتيني جدا. بقى خلصنا وفنشنا الدونتس بتاعتنا وظبطناها، بقى ناخد واحده كده من جوه عامله ازاي. بجد من جوه العجينه مش قادره اوصفها عامله ازاي، هشه وخفيفه، كانت قطنيه. استني بقى كده، هاخد قطمه واقربها لك واوريكي قد ايه الفراغات اللي موجوده في العجينه. اتمنى بقى الوصفه النهارده تكون عجبتكم.